السلام عليكم دفعة تانية ثانوي. دلوقتي هنبدأ في الجزء التاني من تاني درس معانا. كنا خدنا الأوكتت رول في أول جزء، دلوقتي هنبدأ ندخل في تاني نظرية معانا، واللي هي الفالنس بوند ثيوري اللي هي اختصارها VBT. طيب احنا كنا اتكلمنا في الأوكتت رول وخلاص خلصنا منها، فعايزين نفهم بقى الفالنس بوند ثيوري دي بتتكلم عن ايه اللي هيتقال فيها. فهيقول لك ايه بقى، بيقول لك هنا الكوفالنت بوند دي بتحصل لما يبقى عندك تو اوربيتالز ماشي بيعمل اوفرلاب، يعني بيحصل تداخل بينهم. جميل. وقال لك لازم يكون كل واحد فيهم فيه على الاقل 1 امبير الكترون. جميل، هو سنجل الكترون يعني عشان يعمل ايه؟ عشان يعرف يعمل الاوفرلاب ده. جميل. وبيقول لك ان الاوربيتالز دي ممكن تكون بيور وممكن تكون هايبرد، وهايبرد دي هنتكلم عليها كمان شويه، او ممكن تكون كومبينيشن من الاثنين، ممكن تكون اصلا عباره عن ميكس من الاثنين مع بعض. جميل. طيب فيديك مثال بيقول لك ايه؟ formation of the bond in Cl2 molecule. ال Cl توزيعه بالنسبة لنا 1s2 2s2 2b6 3s2 3b5. فلو جينا نوزعه كاوربيتالز هتلاقي ان عندك 3b5 في عندك في ايه؟ في امبير الكترون اهو، في عندك سنجل الكترون موجود. تمام. خد بالك انا بتكلم Cl2، يعني انت عندك 2 اتومز من الكلورايد، فبالتالي كل واحد فيهم في عنده سنجل الكترون في 3b. تمام. كل واحد فيهم عنده سنجل الكترون في 3b، دول يبداوا يعملوا اوفرلاب مع بعض. لما يعملوا اوفرلاب مع بعض يبدا يطلع معاك ال Cl2، واول ما يتجمعوا مع بعض، اول ما يحصل تداخل بينهم وبين بعضهم، يحصل في هاي الكترون دينستي بين النيوكلاي بتاعتهم. جميل. بس هي دي الفكره بتاعتها. ده بالنسبه للفي بي تي. طيب مثال تاني، طبعا ده شكلها اهو. عندك بي، هو المفروض يبقى بي زد مش بي اكس، بس بيديك بيوضح لك مثال عموما يعني. في بي عندك اوربيتال بي واوربيتال بي عملوا اوفرلاب مع بعض، طلعوا الشكل ده، ودي حاجه اسمها سيجما بوند، وهنعرف السيجما والباي واحنا شغالين في الفيديو بتاع دلوقتي ان شاء الله. ده كده بالنسبه للابلكيشن ابلكيشن معانا. طيب ناخد كده تاني مثال معانا، وهيقول لك ايه؟ formation of the bond in HF molecule. قال لك ال H عباره عن 1s1 وال F 1s2 2s2 2b5. فبالتالي انت عندك في هنا الكترون في ال 2b برضه هيبقى امبير اللي هو سنجل الكترون، وطبعا اتش هو كلها على بعضها اصلا مفيهاش غير هو سنجل الكترون اساسا. جميل. يبدا يحصل اوفرلاب بين ده وبين ده، يبقى يحصل اوفرلاب بين 1s اوربيتال وال 2b اوربيتال. جميل. 1s هيجي من الهيدروجين وال 2b هيجي من الفلوراين، فيبداوا برضه يبقى في الكترودينستي كتير بينهم وبين بعض بين النيوكلاي، ويبدا يحصل معاك الكوفالنت بوند بتاعت الاتش اف. فعندك الاتش اهو المفروض تيجي من 1s مع هنا الاف بتاعت ال 2b، عملوا اوفرلاب مع بعض، طلع معانا الكوفالنت بوند بتاعت الاتش اف بالشكل ده. تمام. طيب ليه بقى ليه حصل فيلير للسيمبل فالنس بوند ثيوري؟ لا انا بتكلم على دي السيمبل، ماشي، ده حاجات بسيطه منها يعني. طيب ليه فشل الكلام ده؟ فشل الكلام ده عشان مش كل حاجه وضحها. بمعنى ايه؟ هو كان معتمد على الاوفرلاب، بس الاوفرلاب ده بيحصل لحاجه اسمها بيور اوربيتالز، هي الاوربيتالز احنا عارفينها من الترم الاول. تمام. طيب ايه المشكله بقى؟ قال لك في حاجه زي الميثان، فالميثان ده CH4، يعني عامل فور بونز بين الكربون وبين الهيدروجين. الميثان لو انت جيت الكربون لو انت جيت وزعته هتقول 1s2 2s2 2b2. فبالتالي هو ما فيهوش اصلا 4 امبير الكترونز عشان يعملوا كده. ازاي عملوا 4 بونز كده مع زي بعض شبه بعض بالظبط؟ نفس الكلام في الايثين، دي حاجه تبع الاورجانيك، وحاجه اسمها ايثاين برضه تبع الاورجانيك، وفي الووتر نفسه برضه نفس الكلام. فبيقول لك طيب فاحنا بقى بدأنا نفهم، نحاول ندور كده هو ايه بقى المشكلة، هو الحوار في ايه. فقال لك اصل في حاجة عندك اسمها هايبردايزيشن، اللي هي بالعربي تهجين. طب ايه بقى الهايبردايزيشن دي؟ قال لك عبارة انت بتعمل ميكس الاوربيتالز قبل ما تعمل بوندنج، يعني قبل ما يتربطوا مع بعضهم يبدأوا يعملوا ميكس. لا مش فاهم حاجة. طبيعي عادي، احنا لسه هنشرح. بس انا اللي عايزك دلوقتي تبقى عارفه ان الهايبرديزيشن ده هو عباره عن ان بيحصل اوفرلاب من اتنين او اكتر من الاوربيتالز، ماشي، ولازم يكونوا في نفس الاتوم. جميل. عشان يعملوا هايبرد اوربيتالز اللي هي اوربيتالات مهجنه. جميل. طيب احنا محتاجين نتكلم شويه عن الهايبرديزيشن، وبعد كده نبدا نفهم الانواع بتاعته والدنيا ماشيه فيه ازاي. فبقول لك ايه، في شويه حاجات كده لازم تحصل عشان يحصل هايبرديزيشن. اول حاجه لازم تحصل في السيم اتوم زي ما اتفقنا. جميل. وبتحصل في الاوربيتالز اللي يكونوا قريبين من بعض في الانرجي. زي ايه؟ زي مثلا ممكن تحصل بين 2s و 2b.
ممكن تحصل من 4 اس و 3 دي. مستر عارفهم ازاي؟ اس اس بس بس وهكذا بتاعت الترم الاول. اتنين جنب بعض قريبين من بعض ينفع ان هم يعملوا هايبرديزيشن مع بعض. اتنين بعيد عن بعض مستحيل. ما تقوليش مثلا 2 اس و 4 اف، مستحيل، بعيد جدا عن بعض. فاهم قصدي ايه؟ فلازم يكونوا 2 اوربيتالز قريبين من بعضهم. جميل، دي اول حاجه. تاني حاجه، غالبا بيحصل اكزايتيشن للاتوم الاول. اكزايتيشن؟ ايه ده؟ احنا ايه اللي جابنا هنا؟ مش ده كانت الترم الاول؟ هي بتاعت الترم الاول، اللي هو كنا بنتكلم في بول لما قال لك ان في الكترون ممكن يحصل اكزايتيشن فيطلع انه اللي سب ليفل اعلى يقف فيه شويه وبعد كده ينزل تاني يعمل لوس للالكترون. كل الكلام ده جميل، انا بس عايزك تفتكر ايه؟ ان ممكن يحصل اكزايتيشن لالكترون فيطلع للسب ليفل الاعلى، عشان ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. تمام. طيب الاوربيتالز زي ما هنشوف دلوقتي هيبقى فيها امبير الكترون. هيبقوا كلهم شبه بعض، هنشوف دلوقتي تمشي ازاي معانا. ماشي. في برضه حاجات لازم تعرفها، ان الهايبر اوربيتالز بتساوي النمبر اوف بيور اوربيتالز انفولفد. يعني الاوربيتالز اللي احنا هندخلها في الهايبر اديشن هتساوي عدد الهايبر اوربيتال اللي طالعه. هنفهم الكلام ده واحنا ماشيين دلوقتي. جميل. طيب وهقول لك ان هي برضه تبقى مور اكستندد اوتورد، اللي هي هتبقى انشط شويه، فبالتالي هتكون اقوى في الاوفرلاب اللي بيحصل. جميل. وبنعرف نسميها على حسب البي اوربيتالز اللي فيها، وبيكونوا كلهم شبه بعض في الانرجي والشيب واللينس، بيختلفوا بس في السبيتشال اورينتيشن اللي هو الاتجاه الفراغي. جميل، دي حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها. يبقى الهايبر اوربيتالز كلها بيبقوا شبه بعضها في الانرجي وفي الشيب وفي اللينس، بس بيختلفوا في السبيتشال اورينتيشن. جميل. طيب تعالى بقى نتكلم اكتر بقى ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. في عندك اول نوع بالنسبه لك اسمه اس بي 3 هايبريديزيشن. ماشي، اللي هو تهجين اس بي 3. طيب اعرف ايه بقى الكلام ده؟ قال لك بيحصل امتى؟ لما اوربيتال من الاس يعمل ميكس مع 3 اوربيتالز من البي، فيطلع معاك 4 اوربيتالز اسمهم اس بي 3. طب ايه اللي حصل برضه؟ مش فاهم حاجه. فاقول لك مثلا الكربون في الميثان، مش الميثان ده اللي احنا اصلا كان مشكله بالنسبه لنا، عشان كده بدانا نتعرف على الهايبرديزيشن. طب خلاص هناخد الميثان كده نفهم الدنيا فيه ايه. قال لك الميثان فيه 4 بونز زي بعضها. جميل، ايه اللي حصل بقى؟ سيبك من الكلام كله وشوفها من الرسمه نفسها. بيقول لك ايه؟ اول حاجه الكربون زي ما اتفقنا هو اس اس 1 اس 2 اس 1 اس 2 2 اس 2 بعد كده 2 بي 2، صح كده بالشكل ده. حصل اكزايتيشن، فلما يحصل اكزايتيشن في الكترون من ال 2 اس ده هيروح طالع ايه في الاوربيتال الفاضي هنا ده، فيطلع يتحول بالشكل ده. يبقى عندك بقى في 2 اس فيها الكترون، و2 بي اكس فيها الكترون، و2 بي واي فيها الكترون، و2 بي زد فيها الكترون. فبقى عندك كده 4 اوربيتال في 4 امبير الكترونز. جميل. ده كده اول حاجه حصلت. يبقى اول حاجه حصل اكزايتيشن للكربون. طيب بعد ما حصل اكزايتيشن للكربون بدأ بقى ايه اللي يحصل؟ بدأ ان الاربعه دول ال1 اس اللي موجود في ال2 اس ده الالكترون ده مع التلاتة دول يحصل لهم هايبرديزيشن. الشروط متوفرة، هما الاتنين قريبين والاتنين في نفس الاتوم والاتنين قريبين في الانرجي، فبالتالي حصل هايبرديزيشن بينهم وبين بعضهم. طيب لما حصل ايه اللي جرى؟ طلع معاك اوربيتالز كده، 4 اوربيتالات كده جنب بعضهم كده، ماشي، ليهم نفس كل حاجة، مختلفين بس في السبيتشال اورينتيشن زي ما اتفقنا. طيب دول اسميهم على اساس ايه؟ مش انت خدت الكترون من الاس او اوربيتال من الاس والتلات اوربيتالات من البي؟ خلاص هسميه اس بي 3، عشان انت خدت 3 من البي وخدت واحده من الاس، يبقى اسمه اس بي 3. جميل. وهم 4 اوربيتالز زي ما اتفقنا، والاربعه زي بعض. تمام. يبقى دي كده اول حاله حصلت اول حاجه حصلت اللي هي الاس بي 3 هايبريديشن. اول حاجه حصل اكزايتيشن لالكترون من ال2 اس طلع للبي اللي طلع 2 بي في المكان الفاضي الاوربيتال الفاضي اللي عنده، فبالتالي بقى عندك 4 امبير الكترونز. جميل. ال 4 امبير الكترونز ده ايه اللي حصل فيهم؟ بدا ان هم يحصل بينهم وبين بعضهم هايبريديشن، فتحولوا بقى 4 اوربيتالات جنب بعضهم كده، واخدين نفس الشكل واخدين نفس كل حاجه، مختلفين بس في الشكل الفراغي بتاعهم. فاقدر اقول ان يبقى عندك 4 اوربيتالز من حاجه اسمها اس بي 3. تمام. هي دي الفكره كلها. فزي ما اتفقنا حصل في 4 اوربيتالز بقى موجودين، فبدا يحصل اوفرلاب بين الهيدروجين مع كل هيدروجين اتوم، فعملوا 4 سيجما بونز. جميل. طيب بما ان هو عمل 4 سيجما بونز، فاقدر اقول لك ان هو كده في 4 regions of electron density around carbon، بقى في 4 اماكن حوالين الكربون فيهم electron density عاليه. جميل. وهو ده الهايبرتيشن يبقى بتاع اس بي 3. جميل. يبقى لو انت عرفت كده، بص الشكل اهو، ادي المثال اهو، في عامل 4 بونز زي بعضهم شبه بعض كلهم، عباره عن ايه بقى؟ اس بي 3 ماسك في 1 اس، 1 اس طبعا ده بتاع الهيدروجين، ودي اس بي 3 ماسك مع ال1 اس، واس بي 3
ماسك مع 1 اس، واس بي 3 ماسك مع 1 اس. فبالتالي في عندك 4 اوربيتالز اهم موجودين جنب بعض، فبالتالي كده الهايبريديشن هنا يبقى اس بي 3. جميل جميل. طيب في عندنا مثال كمان اللي هو النيتروجين في الامونيا. ايه اللي بيحصل هنا؟ قال لك هنا النيتروجين بياخد ال 2 اس اللي بيكون فيها اصلا 2 الكترونز مع بعضهم، ماشي، ويبدا يتداخل مع 3 اوربيتالز من ال 2 بي، واحد فيهم بيبقى 1 امبير الكترون، فيعمل 4 برضو، فبالتالي اس بي 3. 3 هيمسكوا على هيدروجين فهيعملوا 3 سيجما، وفي واحده هتفضل زي ما هي لون بير. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني بص كده النيتروجين اهو، ماشي، ده بتاع ايه؟ بتاع الامونيا. ادي ان اهو، ماشي، مسك مع الهيدروجين، ادي هنا اس بي 3 اهو، وادي اس بي 3 اهو، وادي اس بي 3 اهو، ماسك اهو في 3، وفي اس بي 3 فاضي اهو لوحده، ده مش داخل في اي حاجه، ده البير الكترونز اللي كانوا موجودين لوحدهم. جميل. فادي اهو اس بي 3 اهو اهو، ده كده مش ماسك في حاجه. جميل. طب يا مستر اعرف منين الهايبريديشن بتاعك؟ بص يا سيدي، شوف السيجما بونز كلها، ولو في لون بيرج معاها. هو في حاجه غير سيجما؟ اه، هنتكلم عليها كمان دقيقتين بالظبط. طيب فبالتالي هنا انت عندك في 3 بونز هم كلهم سيجما، وفي عندك لون بير، فبالتالي كده المجموع معاك كام؟ 4. طالما مجموعك مع 4 يبقى ده اس بي 3. جميل. طيب نخش على فكرة بقى التايب بونز. اصلا انت عندك كام نوع من البونز؟ عندك نوعين. في حاجة اسمها سيجما بوند، دي بتحصل ايه؟ بتحصل هيد اون اوفرلاب. جميل، يعني بتحصل عبارة عن تداخل بالرأس. طيب دي تحصل ازاي؟ ممكن تحصل بين 2 بيور اوربيتالز، وممكن مع واحد بيور وواحد هايبرد عادي، ممكن 2 هايبرد عادي، ملهاش حاجة محددة. يبقى بالنسبة لك السيجما بتحصل هيد اون اوفرلاب، وزي ما اتفقنا ممكن 2 بيور او واحد بيور واحد هايبرد، او الاثنين هايبرد، قشطة، مفيش مشكلة في الكلام ده كله. تمام. تعالى بقى النوع التاني، عندك اسمه باي. الباي دي بتحصل سايد باي سايد اوفرلاب، يعني بيحصل تداخل بالجنب، بس شرطها انها يكون بيور اوربيتالز، يعني ما ينفعش فيها هايبرد خالص، يبقى شرطها ان هي تبقى بيور اوربيتالز. جميل. السيجما قويه، الباي بتبقى اضعف. اوكي، السيجما قويه وبتكون تعتبر انرت شويه، اما الباي بتكون اضعف، فبالتالي يقدروا ان هي اكتف شويه. جميل. طيب بص كده الشكل ده بالنسبه لك، ده كده سيجما. عرفت ان هي سيجما؟ ادي بص، الاوربيتال اهو داخل مع الاوربيتال اهو، ده كده هو هيد اون اوفرلاب، طلع معاك الشكل اهو، ده كده بالنسبه لك سيجما. طب مستر امال الباي تعمل ازاي؟ سايد باي سايد اهم. جميل. فالموضوع حصل سايد باي سايد، فطلع معاك الباي بوند. جميل. يبقى هنا لو هما سايد باي سايد يبقى ده كده باي، لو هو هيد اون يبقى ده كده سيجما، والسيجما قويه الباي ضعيف. اوكي، السيجما تحصل بين اي اوربيتال واوربيتال عادي، سواء كان هايبرد او بيور، اما الباي شرطها ان الاثنين يكونوا بيور، ما تنفعش تحصل في هايبرد. طيب بعد ما جمعنا الكلام ده، تعالى نكمل بقى باقي الانواع. عندنا في حاجه اسمها اس بي 2 هايبرديزيشن، وده بتحصل في حاجه اسمها الايثين اللي هي سي 2 اتش 4. طيب ايه اللي يحصل هنا؟ قال لك بص خلاص اتفقنا احنا كده بنعمل اكزيتيشن الاول للكربون اتوم، فيطلع معايا يبقى عندك ايه؟ عندك الفور امبير الكترونز دول، اللي هو اللي في 1 اس والثلاثه في 2 بي. ايه اللي يحصل هنا؟ قال لك بما ان انت بتتكلم عن اس بي 2، فمعنى كده ان في اوربيتال من الاس مع 2 اوربيتالز من البي، فيطلع معاك 3 اوربيتالز شبه بعضهم. طب اسميهم ازاي؟ انت خدت كام اوربيتال من الاس؟ خدت اوربيتال واحد من الاس. خدت كام اوربيتال من البي؟ خدت 2 اوربيتالز من البي. خلاص يبقى اسمه اس بي 2. تمام. طب يا مستر في هنا اوربيتال تبع البي ما دخلش في الهايبريديزيشن، قشطه مفيش مشكله، سيبه زي ما هو، بي اهو زي ما هو. طب ده ايه لازمته؟ ده يقدر يعمل باي بوند، ما اصل ده كده خلاص ده بيور، ده مش هايبرد، فقشطه يعني ممكن يعمل اللي هو يقدر يعمل هو بيور. جميل، يقدر قصدي يعمل باي بوند. جميل. ادي اهو بالشكل تاني اهو. قال لك هنا ان ال 2 اس خد ال 2 خد ال 2 بي اكس وال 2 بي واي وعملوا الهايبرديزيشن بقى اس بي 2. اما البي زد اتساب زي ما هو فاضي، فيقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل باي بوند. تمام. طيب وزي ما اتفقنا طبعا السيجما سترونج والباي بتبقى ويك. طيب هتبص للشكل ده، ده الايثين، هتلاقي هنا كربون وهنا هنا كربون تانية، ماشي، كل واحده معاها 2 اتش، وفي النص حاجه اسمها دبل بوند.
بصوا الكربون عشان تبقوا عارفين لازم يعمل 4 بونز ايا كان هيعملهم ازاي، لازم يعمل 4 بونز. جميل. طيب فادي كده الكربون عمل بوند مع الاتش وبوند مع الاتش وبوند مع الكربون اللي جنبها، فبالتالي كده فاضل له بوند، فهيعمل بوند مع مين؟ يعملها مع الكربون التاني. جميل. طيب بصوا بقى هتلاقوا دبل بوند تريبل بوند لان دول الحاجات اللي عندكم. لقيت دبل بوند اعرف ان في واحده سيجما وواحده باي، لقيت تريبل بوند اعرف ان في واحده سيجما واتنين باي. بمعنى اي حاجه في النص بين كربونتين اول واحده بتبقى سيجما الباقي كله باي. يعني هنا انت عندك دبل بوند صح كده، في واحده فيهم سيجما وواحده باي. ايوه الباي دي حصلت ازاي؟ مش انا لسه كنت بقول لك هنا ان في هنا اوربيتال متساب لوحده فاضي، والاوربيتال ده كده بيور، وبانه بيور يبقى يقدر يعمل باي. فبالتالي البي زد من الكربونه دي والبي زد من الكربونه دي كونوا رابطه باي. جميل كده. فهتلاقي هنا ايه؟ هتلاقي عندك هنا ادي الشكل هنا واضح لك اكتر. قالك ادي كربونه اهي. جميل. ماسكه اس بي 2 واس بي 2 ده كده عامله سيجما، وادي اس بي 2 تانيه اهي عامله السيجما. جميل جميل. طيب كده فاضل الباي. الباي حصلت ازاي؟ ده عنده بي زد بيور اوربيتال وده عنده بي زد بيور اوربيتال، عملوا سايد باي سايد اوفرلاب طلعوا معاك الباي بوند. ودي كانت فكره الاس بي 2 هايبرديزيشن. طيب تعال نشوف النوع اللي بعد كده واللي هو اس بي هايبرديزيشن. بيحصل فين؟ بيحصل في حاجه اسمها الايسين. اوكي. طيب اعرفه منين؟ اعرفه منين؟ هتلاقي مثلا عندك شكل زي كده. ادي برضو ايه الاربعه اللي اتفقنا عليهم اهو بتوع بعد ما عملنا اكسيتيشن للكربون اتوم. هتلاقي واحد من الاس خد واحد من البي اللي هو البي اكس، كده حصل هايبرديزيشن واحد من الاس واحد من البي، فبالتالي بقى اسمه اس بي هايبرديزيشن. طب الاثنين التانيين دول يتسابوا لوحدهم، يعني هما متسابين لوحدهم يعني دول لسه بيور يقدروا يعملوا ايه؟ باي بوند. طب جميل. ممكن اشوف شكل الساين ده عامل ازاي؟ فالساين بالشكل ده سي وسي كل واحده معاها هيدروجين، واتفقنا الكربون لازم يعمل ايه؟ 4 بونز. بما ان هو الكربونه دي عامله واحده مع الهيدروجين وواحده مع الكربون، فبالتالي لازم نزود بينهم من بعض هنا، فيعملوا هنا تريبل بوند. وانا اتفقت معاك وقلت لك ان اي حاجه بين الكربون والكربون تزيد عن الواحد اعرف ان هي تبقى باي. فبالتالي التريبل بوند دي واحده سيجما واتنين باي. جميل جميل. بص كده على الشكل هنا هتلاقي ايه؟ ادي كربونه اهي عامله مع ايه؟ عامله اس بي مع الهيدروجين عامله سيجما، والناحيه التانيه عامله مع الكربونه دي برضو باس بي واحده سيجما. فاضل معاك الاتنين باي ادي اهو، واحده باي هنا واحده باي هنا. طلع معاك ايه؟ طلع معاك التريبل بوند، وهو ده الاس بي هايبرديزيشن. جميل. طيب يبقى ملخص الموضوع بقى عشان نخلص من الموضوع ده خالص. ادي الكربون اهي ده العادي بتاعها خالص، هي كده كده الاتوميك نمبر بتاعها 6، ف 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. جميل. طيب وبعدين بدأ حصل لها اكزايتد ستيت، يعني اتحولت ايه؟ بقت مسار، فبقى عندك 4 امبير الكترون. لو الاربعه دول هيتجمعوا مع بعض يبقى انت كده هتطلع 4 اوربيتالز شبه بعضهم، يبقى ده كده هايبرديزيشن اسمه اس بي 3 عشان واخد واحد من الاس وثلاث اوربيتالات من البي. لو انت هتاخد واحد من الاس مع اتنين من البي يبقى ده كده اسمه اس بي 2، وهيبقى في واحد لوحده كده يقدر يعمل باي. طيب لو انت خدت واحد من الاس مع واحد من البي يبقى ده كده اس بي هايبرديزيشن، ويبقى عندك كده في 2 بي واي و 2 بي زد يقدروا يعملوا باي بوند. وده ملخص الموضوع، وكده احنا خلصنا الفي بي تي سيري. جميل. طيب فكده فاضل بس ان احنا نحل على الاوكتت رول وعلى الفي بي تي، وكده نبقى احنا خلصنا تاني درس، والمره الجايه ان شاء الله ناخد تالت درس معانا في الشابتر ده. طيب اول سؤال معانا بيقول لك ايه؟ بيقول لك في اس اف مولكيول اف اس اف 6 مولكيول بيقول لك السلفر اتوم حواليها 12 الكترون، فده بالنسبه لك ايه؟ فطبعا كده بيبقى هو بيعمل ايه؟ ده كده ليميتيشن للويس كوسل. لويس كوسل ده طبعا هي اللي هي اوكتت رول يعني، فبالتالي ده كده مشكله، وكده الموضوع مختلف لان انت كنت قايل لي في الاوكتت رول ان يا اما هيبقى 2 اللي هو في الهيدروجين والليثيوم والبريليوم، يا اما يبقوا 8 في باقي الاليمنتس. فانت هنا بتقول لي ان السلفر حواليها 12 الكترون، فده كده حاجه مختلفه. جميل جميل. طيب بعد كده هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايز توتال فالنس الكترون في ال ClO2. طيب
السي ال 17 وزعها حتى اعدادي يبقى 2 8 7، فبالتالي الفالنس بتاعه الفالنس الكترونز هتبقى 7. طيب الاو اصلا الاو 8، فبالتالي لو جيت وزعته تقول 2 6، يعني الفالنس بتاعه ب 6، بس خد بالك ان هما هنا 2، يعني 2 تايمز 6، 2 تايمز 6 ايكوال 12، 12 بلس 7 يبقى كده بالنسبه لك 19. تمام. طيب بعد كده بيقول لك ايه في ال NF3 مولكيول، عايز نمبر اوف لون بير. طيب اعمل ايه فيها؟ ادي المولكيول قدامك اهو، ان وعملنا حواليها 3 افات. طبعا ان كده كده الاتوميك نمبر بتاعها ب 7 والاف ب 9، فبالتالي النيتروجين لما جينا نوزعه نقول 2 7، يعني عنده سوري 2 5، فبالتالي هو عنده 5 فالنس الكترونز. ماشي، هتلاقي في نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، ويبقى في لون بير عندك. والفلوراين كده كده زي ما اتفقنا هو 2 7، فبالتالي هتلاقي في نقطة هنا وحواليه 6 تانيين، ونعمل المركب بشكل زي ما اتفقنا. فبالتالي لو جينا نشوف اللون بيرز بتاعتنا قد ايه، في عندك لون بير هنا حوالين النيتروجين، وكل فلوراين في حواليها 3 لون بير، يعني الثلاث فلورا الثلاث 3 اتومز اوف فلوراين حواليهم 9 لون بير، وفي لون بير عند النيتروجين، يبقى مجموعهم كلهم 10 لون بير. طيب تعال نشوف بعد كده بيقول لك ايه السنترال اتوم في اللويس ستراكشر is usually the atom that عايز اعرف السنترال اتوم دي اعرفها منين؟ هل هي اللي ليها highest electronegativity، ولا الاقل في الفالنس الكترون، ولا الفورم the greatest number of covalent bonds، ولا appear at the end of the chemical formula؟ طبعا لو احنا لاحظنا في كل المولكيولز اللي احنا رسمناها هتلاقيه دايما هو اكتر واحد بيعمل covalent bonds. طيب تعالى على بعدها بيقول لك ايه when the wrong lowest structure of water hydrogen reaches stability by having نقط، من غير حتى ما اعرف اصلا شكل المولكيول عامل ازاي. انت بتتكلمي عن هيدروجين، فالهيدروجين عشان يحصل له يبقى حصل له stability يبقى لازم يكون حواليه 2 الكترونز بس. جميل جميل. طيب الهايبرديزيشن ده is the mixing of orbitals from نقط completely different atoms in atomic number، مستحيل طبعا. the same atom بالظبط فعلا with similar energy levels، فيعني اوكي هو يبقى نفس الاتوم، ما يقصد بيها ان نفس الاتوم وفيها نفس الانرجي ليفل، هو فعلا بيبقى في نفس الاتوم، لان الباقي حتى بيقول لك ايه من انرجي ليفلز فور ابارت بعيد عن بعض، لا طبعا بيهابرديزد اوربيتالز تو بروديوس بيور اوربيتالز، لا طبعا، فبالتالي هي ايه same atom with similar energy level. طيب الهايبرد اوربيتالز ار نوت less capable for overlapping than pure orbitals. طبعا ده غلط، طبعا هو اكتر، اصلا هو ليه قابليه اكتر انه يعمل overlap. طب equal in energy and shape، ده فعلا صح لان هما شبه بعض في كل حاجه ما عدا السبيشال orientation بس، غير كده هما شبه بعض، فبالتالي هي دي الاجابه. طبعا different in the number of electrons they hold، لا. all spherical in shape، لا مش هيبقى دايما spherical، وده هنعرفه المره الجايه. فبيبقوا equal in energy and shape. طيب هنا بيقول لك ايه عايز التايب اوف hybridization in the carbon atom في الميثان. ميثان اللي هو CH4 اللي هو بالشكل ده، زي ما اتفقنا نعرف منين الهايبرديزيشن. امسك السنترال اتوم، شوف هي ماسكه عامله كام سيجما بوند وعليها كام لون بير. هنا هي عامله 4 سيجما بوند، عرفت منين مثلا ان هم سيجما بوند؟ يمكن باي، قلت لك ان باي دي هتلاقيها في الدبل بوند والتريبل بوند، دي كلها سنجل بوند، فبيبقى كلهم سنجل بوند يبقى كلهم سيجما، فحواليها كده في ايه في 4 سنجل بوند، فبالتالي ده كده جاي من 4 اوربيتالز. 4 اوربيتالز يبقى اكيد في واحده من الاس وفي 3 معاك من البي، يبقى ده كده كان اس بي 3 هايبرديزيشن. طيب بيقول لك ايه the number of hybrid orbitals resulting from sp2 hybridization، من شكله اصلا من اسمه قال لك sp2 يبقى في اوربيتال من اس واثنين من البي، فبالتالي ده كده 3. حتى بص ادي الشكل اهو، ادي اس اهو واثنين من البي، فبالتالي طلع 3 اوربيتالز. طبعا بقى في واحد لوحده، ده هيبقى يعمل باي بوند ده. طيب بيقول لك هنا ايه السيجما بوند دي دايما بتحصل اوفرلاب ازاي؟ طبعا من هي السيجما بوند يبقى دي هيد اون، والباي بوند بتبقى سايد باي سايد. طيب اللي بعدها بيقول لك ايه a pi bond in the ethene molecule C2H4 arises from the orbital overlap of. طب بيتكلم على الباي بوند يبقى اكيد لازم يكون بيور، فبالتالي الوحيده اللي عندك فيها بيور هي 2 بيور بي اوربيتالز سايد باي سايد، فبالتالي هي دي الاجابه اللي هي بي. طيب نبص بعد كده بيقول لك ايه how many lone pair how many lone electrons pair are on the central atom in BCl5، ومديك الاتوميك نمبر بتاع البي وبتاع الكلورايد. ادي المولكيول قدامك اهو، فالبي بما ان هو اصلا 15 لو جيت وزعته زي اعدادي حتى هتقول 2 8 5،
فبالتالي هو في فالنس الكترون، في عنده 5 فالنس الكترونز يعملوا 5 اوربيتالز، كل واحده مع واحده من الكلوراين. فبالتالي هو عنده كام لون بير؟ ما عندوش ولا واحده لون بير، يبقى عنده 0 لون بير. السؤال بيقول ايه؟ السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ in the arsenic pentafluoride molecule AsF5 الارزينيك اتوم حواليها كام الكترون؟ طيب ادي الموليكيول قدامك اهو، ادي الموليكيول اهو قدامك، تمام. طيب عشان اعرف هو في كام الكترون حواليه، شوف اصلا في جنبه كام بوند، فهتلاقي جنبه حواليه في 5 بوندز، وانت عارف ان البوند فيها كام؟ فيها 2 الكترونز. فبالتالي الارزينيك حواليها كام؟ يبقى كده الارزينيك حواليها 10 الكترونز. طيب ايه اللي بعدها؟ بيقول لك ايه؟ all of the four compound follows the octet rule except كل دول هيبقى شبه الاوكتت رول ما عدا لو جيت وزعت كل واحدة فيهم هتلاقي ده حواليه الفسفورس هيبقى حواليها 8، فبالتالي تمام مفيش مشكلة. هنا ال AlCl3 هتلاقي حواليها 6، لأن ال Al الاتوميك نمبر بتاعه 13، يعني هتقول 2 8 3 ومعاه 3 Cl، يعني هيمسك كل واحدة ببوند، فبالتالي مش هيكون في حواليه لون بير. فبالتالي الوحيد اللي مش هتلاقيه تبع الاوكتت رول هو ال AlCl3، ده مش هتلاقيه معاك. جميل. طيب طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ الهايبرديزيشن can occur between sub-level orbitals. انهي sub-level orbitals بقى؟ احنا بتبقى لازم يكونوا جنب بعض، اعرفهم منين؟ من اس بس 2s 2b، اه فعلا دول قريبين من بعض، خلاص يبقى هي دي، تمام. حتى اللي بعدها 3b و 4d لا بعيد عن بعض، بعدها 5s و 3d برضه بعيد عن بعض، 1s و 2b برضه بعيد عن بعض، في النص بينهم 2s. طيب اللي بعدها بيقول لك ايه؟ What is the type of hybridization in the carbon atom of the C2Cl2 molecule؟ نشوف المولكيول شكله عامل ازاي وعلى اساس نقول. طيب دلوقتي بيقول لك ايه؟ هو عايز الهايبرديزيشن بتاع الكربون، اعرفها منين؟ قال لك عشان تعرفها يبقى انت محتاج ايه؟ تشوف الكربونه نفسها. امسك الكربونه دي مثلا، تمام، شوف في حواليها كام سنجل بوند هي عاملاه، كام سنجل بوند. فهتعرف ازاي؟ زي ما اتفقنا اي سنجل بوند هي هتبقى سيجما، فبالتالي دي كده سيجما ودي كده تريبل بوند، يبقى في واحده فيهم سيجما والاتنين التانيين باي. فبالتالي يا مستر دي عامله 2 سيجما، يبقى ده الهايبرديزيشن بتاعه هيبقى اس بي بس. عرفت منين؟ عشان في 2 سيجما. طيب اللي بعدها بيقول لك ايه؟ عايز يعرف الهايبرديزيشن بتاع الكربون اتوم في الايثانول اللي هو موجود في الشكل ده. طيب اعرف ازاي؟ نفس الكلام، امسك الكربونه كده وشوف عامله كام سيجما بوند. اعرف ان السيجما بوند هم السنجل بوند، فدي عامله 4 سنجل بوندز، فبالتالي دي كده فيها 4 اوربيتال زي بعضها، يعني التهجين حاصل في 4 اوربيتالز، يبقى بالتالي ده اس بي 3. طيب اخر سؤال معانا بيقول لك ايه؟ عايز يعرف الهايبرديزيشن بتاع الكربون في السي 2 اف 4. طيب اعرفها منين؟ امسك الكربون اهو، شوف عامل كام سيجما بوند. زي ما اتفقنا السيجما بوند هي سنجل بوند، لا لقيت بقت دبل او تريبل اعرف ان هي ما فيهاش غير واحده بس سيجما. يبقى ادي الكربون اهي عامله واحده سيجما اهو، والتانيه اهي، والتالته اهي، يعني عامله 3 سيجما بونز. فبالتالي الهايبرديزيشن اللي حصل ده كان فيه 3 اوربيتالز شبه بعضهم، اكيد خد واحد من الاس واتنين من البي، يبقى ده كده اسمه اس بي 2. وبس كده احنا حلينا على النظريات اللي احنا خدناها النهارده، سواء كانت الاوكتت رول او الفي بي تي. يا رب تكون الدنيا تمام معاكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد والدرس الجديد ان شاء الله، والسلام عليكم.